الزمالك النهارده بيفوز على سيراميكا كليوباترا 2-0 في أول مباراة ليه هذا الموسم في الدوري المصري. جاب الجونين في آخر ربع ساعة. جاب الأهداف ناصر ماهر في الدقيقة 84 من أسيست آدم كايد اللاعب الفلسطيني، والجون كان حلو أوي بصراحة. والجون التاني جون عالمي من محمد شحاتة من نص الملعب، لقى محمد بسام حارس مرمى سيراميكا طالع فراح شايطها من بعيد ومن نص الملعب وجاب الجون التاني للزمالك. الزمالك النهارده كان في الشوط الاول ما بيلعبش حلو، سيراميكا هو اللي كان ممكن يكسب في الشوط الاول، لعب حلو، كان في بس هجمه الزمالك في الشوط الاول برضو كانت لناصر ماهر. اما الشوط التاني الزمالك برضو كان بيلعب على الهجمه المرتده، كان دفاعه صلب في الماتش دوت، من دفاعه كان كويس الماتش ده. وكان سيراميكا هي اللي بتهاجم، ويعني هجمة مرتدة هي اللي جابت الجون الأول، والجون التاني برضه يعتبر مش من هجمة، من ذكاء لاعب زي محمد شحاتة. هنشوف الزمالك هيعمل ايه في الماتشة الجاية، بس لغاية دلوقتي ده متوسط، لسه اللعيبة الجديدة ما تأقلمتش مع الفريق، وبرضه نفس الحكاية سيراميكا كليوباترا اللعيبة الجديدة لسه ما أطلق ما تأقلم أطلق ما تأقلمتش مع الفريق. وكمان كان في ماتش تاني النهارده بين الاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي، خلص الماتش 3-1 للمصري البورسعيدي. بدأ التهديف عبد الرحيم دغنوم للمصري في الدقيقة 16 من اسيست من صلاح محسن. بعد كده مصطفى ابراهيم جاب الجون التعادل للاتحاد من اسيست للديب، لاعب اسمه حاجة محمد الديب حاجة كده. وبعد كده الجون التاني جابوا عبد الرحيم دغنوم برضو، اسيست من منذر طمين اللاعب الجزائري الجديد اللي هو كان جاب جون في قبليه ب3 دقايق واتحسب تسلل. وبعد كده في الدقيقة 90 حصل طرد لحسين فيصل للمصري، وبعديها بدقيقة على طول عمر الساعي من اسيست من مخلوف رقص لاعب وشاط جون، كان جون عالمي لعمر الساعي لاعب الأهلي اللي هو إعارة من النادي الأهلي، وإن شاء الله يعمل موسم حلو ويرجع جاهز للنادي الأهلي الموسم الجاي. دي كانت ماتشة النهاردة في الدوري المصري.